أهلا بيكم في حلقة جديدة من فقرة الشاي الأخضر. زي ما أنت شايف أو متعود، لو أنت شفتنا قبل كده بنفتح الكاميرا الأمامية زي ما أنت ما شايف. بنبتدي نجيب مايك، والعنصر الأساسي الشاي أخضر، ونتكلم في مواضيع مليون في المية هتعجبك إن شاء الله. طيب، حلقة بسيطة، من الحلقات البسيطة اللي بنقدمها، نتكلم في موضوع ما بياخدش دقيقتين ولكن بنوصل منه رسالة بأمر الله عز وجل. طيب، اي حاجه انا بحب ان انا اقولها في الحلقات دي فانا ببقى بكلم نفسي بيها في المقام الاول. موضوع ان هنا ده اصلا انا اكتر واحد مستفاد منه. طيب، خلينا نتكلم ان الحاجه لما تتاخر عليك، آه مش معنى كده ان هي آه يعني شر ليك. لما انت الحاجه تتاخر عليك، خلاص مش مهم، حصل خير. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم. طيب، الفكرة بقى هنا إن أنت لو اقتنعت بالحاجة اللي زي كده أو بالكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله، ربنا اللي بيقوله، خلاص هيبقى عندك قناعة. حاجة جت جت، ما جاتش ما جاتش. وممكن تقول: يا عم أنت بتقول أي كلام ده. ممكن الحاجة أصلا أنت ما تعرفش أنا عاوزها قد إيه. معلش، ولا أنا ولا أنت هنبقى مدركين الحاجة دي، إن هي هتنفعنا أو هتضرنا زي ما ربنا عاوز. فأنت ممكن إنك أنت تفضل تدعي، ولكن ما تستعجلش الإجابة، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيجيب كل حاجة في وقتها المناسب. من نعم ربنا عليا إن أنا أدركت حاجة زي كده، إن ممكن الحاجة تتأخر سنين وبعدين تيجي، فأدرك إن ربنا سبحانه وتعالى بيجيب كل حاجة في وقتها المناسب. ده من الحاجات اللي أنا عاوز كمان أوصلها. فأنت أي حاجة أنت نفسك فيها خلال السنة دي، خلال السنة اللي بعدها، حاجة عاوزها ضروري، ممكن إنك أنت تستخدم الدعاء، وإنك أنت تقرب لربنا أكتر. من الحاجات اللي ساعدتني في موضوع إن الحاجة اللي أنا عاوزها تتقبل بسرعة بأمر الله عز وجل طبعا، وهي إن أنا بصلي. طبعا كلنا بنصلي، ولكن بزود حاجة اسمها النوافل، أو إن أنا بصلي آه مثلا قيام ليل. طبعا كلنا عارفين قيام الليل. وادعي ربنا بالحاجة اللي أنا عاوزها، وكل ما بقرب لربنا أكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيحقق لي الحاجة اللي أنا نفسي فيها. لأ، وكمان بتكون بزيادة وفي وقتها المناسب. وبس، هي دي كانت الفكرة اللي أنا عاوز أتكلم النهاردة فيها 3 دقايق وشوية. حاجة كويسة جدا، عشان عندنا مواضيع تانية حابين نتكلم فيها. كان معاكم يحيى، متنساش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم.